السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا سعاد ودي قناتي. لو أول مرة تشوفوني وعجبكم محتوى فيديوهاتي حطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد بقدمه وتكونوا أول ناس بتشوفوه. طبعا روتين جديد النهارده، وروتين تحفيزي تشجيعي حماسي كل حاجه. النهارده الروتين اللي انا كنت وعدتكم بيه تنظيف المطبخ، تنظيفه عميقه عميقه عميقه. كان متبهدل جدا، فلا ما كانش يتسكت عليه اكتر من كده. فالنهارده بقى روتين شديد شديد شديد، فلو كسلانه مش قادره تعملي حاجه اتفرجي على الفيديو ان شاء الله هتقومي كده ايه تظبطي كل الدنيا كده في المطبخ باذن الله. يلا معايا، تابع معايا الفيديو للاخر ان شاء الله تستفادي منه شويه تكات كده ازاي تبداي تنظيف وازاي تبداي بالاولويات بتاعتك. تمام. في الاول كده خدت لكم جوله كده في المطبخ في المنظر بقى، شايفين المناظر، الشفاط طبعا من العيد ما كنتش عملته، والبوتاجاز برضو كان شكله مش حلو خالص، وعلب التوابل كلها كانت مليانه تراب، وكان بصوا الحال مش قادره اقول لكم. هنا ده كان برطمان مخلل فلفل كنت عملته تاني، فكنت بوريه لكم ان هو خلاص كده عايز يتشيل في التلاجة. تمام. بداية اليوم بقى ده روتين مسائي كده من بعد الغدا، يعني انا حضرت معاكم الغدا وبعد كده هنبدأ تنظيف، مش من الصبح كالعادة يعني. تمام. بس فانا اول حاجه عملتها، كان عندنا دروس كتيره فما لحقتش اعمل حاجه الصبح، فقلت هعمل اخر النهار. فواحنا راجعين كده قلنا ايه، عايزين ناكل اكله رنجه، قلت يلا بقى ما بديهاش عشان ايه، كده كده هعمل تنظيفه عميقه كده للمطبخ. فاخترت اكله كده ان هي ايه تكون كده، لازم تنظيفه عميقه بعديها، ما ينفعش اي اي كلام، فاهمين؟ فجبت رنجتين كده حلوين، وجبت معاهم سردين، او لا مش سردين، بسارية. ده طلب رحمه الحقيقه. بس فجبت ربع كيلو بسارية وجبت رنجتين دول. عملتهم بقى، سيحتهم كده على البوتاجاز. طبعا انتوا عارفين ان هي ممكن تتحط في صينيه وتحط في الفرن، مفيش اي مشكله، او تتحط في صينيه وتحط على العين البوتاجاز برضو. بس انا كده كده كنت هروق، فكنت مستبيعه بقى، انتوا فاهمين. فعارفه ان انا كده كده هنضف الدنيا دي كلها، فعشان كده عملت بضمير بقى. تسييحة الرنجة دي مهمة جدا، او تسخينها ده مهم جدا، بيشيل اي بكتيريا او اي حاجة مش لطيفة عليه مكان ماسك الايد والحاجات دي. وبعد كده بيسهل تقشيرها، ان انت تشيل القشرة اللي انا بشيلها دي. تمام. بعد كده بقى بفصصها زي ما انتم شايفين كده، بشيل منها اي شوكة، برضو في الاخر بنلاقي فيها شوك بس ما علينا. كانت الرنجاية كانت حلوة وطرية كده وناعمة، وكانت دلعة ما كانتش مالحة يعني كتير. تمام. طريقه الفرنجة انتوا زي ما انتوا عارفين طبعا. انا بنضف الرنجة زي ما انتوا شايفينها كده، ولو فيها بطاريخ برضو انا بحب البطاريخ بتاعتها، بس بحب الخشنة اكتر، دي طلعت ناعمة. وبعد كده بس بفصل كل حاجة لوحديها. بعد كده بنضف بقى الرنجة بتاعتي كويس جدا من الشوك، برمي الشوك، برمي الزبالة بقى اللي طلعت بقى منها، الشوك والعظم والحاجات دي كلها في الشنطة، في نفس الشنطة اللي كانت فيها، وبحطها في الباسكت وبقفل الباسكت عليها، ولازم تتخلصي منها سريعا. تمام. مفيش اي مجال للانتظار، عشان طبعا كل ما هي موجودة بتسيب ريحة موجودة عندك في المطبخ. بس طبعا خلصت كده الكميه بتاعتي، كانت كتيره ولا حاجه. هحمر بقى معاها بطاطس. انا دايما بعمل مع الرنجه بطاطس محمره، وما بكتر لهاش الملح في التتبيله بتاعتها، لان الرنجه اوريدي كده كده ايه مالحه، فبحط يعني بملحها بس بسيط جدا. تمام. بطاطس محمره. طبعا ما ينفعش الشيبسي خالص، عشان الشيبسي اصلا كده كده بيبقى حادق هو كمان، فاحنا عايزين حاجه تشد الملوحه بتاعه الرنجه، فبعمل معاها بطاطس صوابع. تمام. وبعمل معاها بحط عليها طحينه، بقطع معاها طماطم وفلفل، ومش خيار ابدا 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 مع الرنجه، ما ينفعش خيار. عشان نبقى متفقين برضو، الرنجه ما بتحبش الخيار، بتبين الزفاره بتاعه الخيار بيبين الزفاره بتاعه الرنجه جدا جدا جدا، فانا بستبعد الخيار خالص. وبحط معاها بصل بقى، سواء بصل اخضر، بس انتوا عارفين اليومين دول ما فيش بصل اخضر، فقطعت بصل احمر حلو كده شكله يفتح النفس. تمام. كنت هنا مشغله النار على الطاسه بتاعتي، وسخنت الزيت كويس، لان البطاطس عارفين ان هو لازم يبقى ايه السخن، الزيت بتاعها بيبقى سخن قوي. تمام. هحط البطاطس بتاعتي كلها وهقطع الخضار، وجيت عند بقى ايه السردين اللي انا جبته، هما دول الربع كيلو. تمام. على بال ما نضفته بقى وشلت الراس بتاعته والحاجات دي، هحط بس عليه طحينه واعصر عليه ليمون وخلاص على كده. وعندي بقى بقطع الطماطم عشان احطها على الرنجه، وكان عندي فلفلايه هحطها هي كمان. بس كده بس كده، وكان الغدا بتاعي جاهز وكان تمام ومية مية. انا بقى ناويه ان انا اعمل العمله دي من امبارح زي ما انتوا عارفين.
فكان لازم بقى ايه اظبط المطبخ اساسي. طالما انا نويت ان انا هروق المطبخ او انضفه تنظيفه عميقه، يبقى من قبلها بيوم كده انا سايبه مطبخي نضيف وميت فل و14 ومواعين مفيش اي حاجه، تمام، عشان ما بقاش كسلانه بعد كده تاني يوم هتيجي تلاقي لسه المواعين عايزه تتغسل والازاز عايزه تتملي، البوتاجاز عايزه، كل الحاجات دي عايزه تتعمل، فهتكسلي هتعمليها وخلاص كده هتقعدي. لكن طالما انت ناويه تنضفي تنظيفه عميقه يبقى لازم تبقي مظبطه المطبخ على الاخر خالص، ما فيهوش انت هتبداي تنظيف على طول. تمام. بس عشان انا بدات متاخر فعملت الهيصه دي الاول. تمام. بس كده، فعشان كده بقول لك لو انت عايزه تبقي مرتبه الموضوع ده من قبلها بيوم، عارفه انت هتعملي اكل ايه كمان، عشان مش وسط ما انت بتعملي الاكل او وسط انت بداتي تنظيف خلاص، فده عايز سندوتش، ده عايز مش عارفه كوبايه شاي، ده عايز مش عارفه ايه، لا تختاري وقت كده انت خلاص عامله لهم فيه كل حاجه ومش عايزه تعملي اي حاجه، مش هينفع تعملي اي حاجه اصلا، انت هتبقي شايله عيون البوتاجاز، شايله الشفاط، شايله يعني كل حاجه. انا حتى الباسكت برضو غسلتها بعد ما خلصت كده الغدا، روقت المطبخي زي ما انتم شايفين كده بالظبط، وغسلت الباسكت بتاعتي وشلت منها الزباله اعزكم الله، فخلاص كده مفيش اي مجال ان انا يعني اتاخر في ده او ده او ده. كنت جايبه بقى معايا اشياء كده وانا جايه من السوق من عند المنظف بتاع المنظفات. انتوا عارفين ان انا بجيب الصابون السايب، ما بجيبش الجراك لان هي عليت قوي في السعر، فبمشي نفسي بده، بجيب الاربع اكياس دول، ومعايا قبل ما يكون خلص عندي الجيركن بتاعي مفضيه اخر حبه منه في الازازه بتاعه البريل بتاعتي، بملأ الجيركن بتاعي. انا كنت باخد الجيركن واروح اخلي بتاع الصابون يملهولي واريح دماغي. بس ايه يعني حبيت المره دي نسيته بصراحه، جبت في الاكياس، وايه منه توفيرا للاكياس، يعني طبعا كل حاجه غاليه فنبدا نوفر، مش علينا احنا كمان، يعني مش شرط اللي يوفر علينا احنا، يوفر على غيرنا، لان الناس كلها دلوقتي محدش بقى مستحمل، فنبقى رحماء ببعض. فانا بوفر عليه هو اكياس، وكده كده انا هاجي ادلقه وارمي الاكياس، انتوا فاهمين. بس نيجي بقى للشفاط. انا جبت معايا صابون سائل زي ما انتم شايفين، وجبت معايا كلوركس الوان عشان بنضف بيه المطبخ كله، وجبت معايا كمان اوكسي جل عشان ده اللي بستعمله، هم دول بس اللي انا بستعملهم في تنظيف المطبخ، من غير بقى الحاجات التانية، وبطلت الحوارات الغالية بقى اللي هو سترس والاشياء دي بطلتها خالص. نيجي بقى لتنظيف الشفاط، التنظيفة العبقرية الفظيعة، سمعت عنها كتير بس ما كنتش جربتها، فقلت اما اجربها معاكم. الزيت انا عندي كان شويه الازازه الصفرة دي فيها زيت باقي من تحمير، انا كنت محمره فيه كبده كمان، انتوا فاهمين. فقلت ايه انا هنضفه بالزيت. انا شفت كتير جدا بينضفوه بالزيت بس ما كنتش مصدقه بصراحه. شايفين بقى النتيجه بعينكم، شايفين انا ما استنيتش عليه خالص، وما رضيتش اقطع الحته دي ولا اقص منها حاجه، انا سرعتها بس عشان الوقت طبعا، لكن انا رشيت بس عليه قدامكم شويه زيت ودعكته بالسلكه، نجيب سلكه بقى من السلك العادي بتاعنا بتاع زمان ده، وبس تكون ناعمه ما تكونش خشنه قوي، وبس بمشي عليه بالسلكه بس مش اكتر ولا اقل. بعد كده بشطفه وبشطفه من الزيت بالبريل او بالسائل المواعين اللي عندي. تمام. ده كل اللي انا بعمله، وفي سهله وسريعه، ومن غير بقى نفسك ما يضيق من الستريس او اي منظف تاني او الكلور او الحاجات دي. فده بصوا هايل هايل هايل، حاجه حلوه جدا. واحنا كلنا بنرمي الزيت اللي باقي مننا، بس صفيته كويس وحطيته في الازازه دي وسبته كده، ايه قلت انا مش هعرف اعمل فيه ايه، بس جاله جاله اللي هيتعمل بيه. بس كده انا زي ما انتم شفتوا دلوقتي انا غسلته كويس بغسله دلوقتي بشطفه بالبريل وبس، على كده كان نضف وبقى عندي زي الفل. انا بس حبيت يعني اعمل بسرعه، بس دعكته تاني وبصوا النتيجه بقى هايل، مفيش احسن من كده بصراحه، وما خدش معايا 5 دقايق. تمام. خلصنا الشفاط، نرجع بقى للبوتاجاز بتاعنا. بصوا انا كنت بعمل عشوائي، يعني اللي بيجي في ايدي بعمله. هنا اول حاجه بقول لكم ان احنا بنقفل الغاز الاول، وبعد كده ببدا اشيل العيون عشان لا قدر الله لو عين اتفتح منك غصب عنك ولا حاجه، نقفل الغاز بتاعنا الاول. بجيب بقى ميه عندي وبحط فيها شويه من الكلوركس الالوان، وبحط فيها شويه من سائل المواعين، وبعد كده بحط فيها الزراير بتاعه او المفاتيح بتاعه البوتاجاز بتاعتي، بالذات ان هي بيضه فهتستحمل الحاجات دي كلها. تمام. بسيبها بقى تتنقع شويه كده، بعد كده ما بتحتاجش اي دعك، هي بتبقى نطفت تمام. عندي بقى للعيون البوتاجاز او الكوشه بتاعت البوتاجاز الصنفره. انا جبت المره دي صنفره ناعمه مش خشنه، وكان الفرخ ده كان معمول ب5 جنيه، بيتباع ب5 جنيه، فانا جبته على بعضه كده، مش ما جبتش بقى بالحته زي اللي انا كنت بجيبه قبل كده. انتوا عارفين ان انا اساسي عندي تنظيف عيون البوتاجاز بالصنفره، سهله وسريعه وعمليه جدا جدا ورخيصه مش غاليه. تمام.
شايفين بقى العيون كان شكلها عامل ازاي؟ يعني بصراحة كان منظر يرثى له. شايفين؟ هشيلها بس على جنب الاول، اشطفها الاول بشطفه خفيفه من الزيوت اللي فيها، وبعد كده هنشفها، وبعد كده هشيل بقى العيون بتاعتي كلها. شايفين بقى الفكره دي؟ فكره الالومنيوم على العيون دي حلوه جدا جدا جدا. انا كنت عاملاها قبل كده وكنت اول مره اعملها، بس قلت هعملها الاول وبعد كده اقول لكم عليها اجربها. يعني انا عاملاها هنا بقالي حوالي شهر حطاها، تحفه تحفه تحفه. شايفين انا شيلتها، وشايفين العيون مش محتاجه غسيل اساسا. تمام، دي هتتركن على جنب خلاص، مش محتاجه غسيلها. هحط لها بس الورق الالومنيوم في الاخر. جبت بقى طبق الغسيل الكبير بتاعي ده، وهبدا انقع فيه الحوامل بقى بتاعه البوتاجاز، شويه ميه وشويه كلوركس الوان، بس ما عملتش اكتر من كده. جيت بقى عند الرف بتاع التوابل بتاعي. هشيل بس الغطيان بتاعت عشان كلها مليانه توابل، فهشيل الغطيان بتاعت البطرمانات بتاعتي، اسقطها برده في الميه بتاعت الكلوركس الالوان واللي انا حاطه فيها الحوامل. اي حاجه عندي بقى هتبقى عايزه تتغسل او تتنقع هحطها في الطبق ده، اجمعهم كلهم وفي الاخر اغسلهم واشطفهم مع بعض. تمام. بس وبعد كده هفك بقى الحامل بتاع التوابل ده كله، لانه لونه ابيض طبعا وانتوا عارفين بيبهدل بسرعه، فهفكه بسرعه. هحذف بس الحاجات دي الاول في الطبق زي ما انتم شايفين كده، هغطسها عشان لما اجي اشطفها تبقى خلاص كده نطفت معايا. نحاول نسهل على نفسنا وما نكركبش الدنيا حوالينا، يعني فاهمين. انا فكيت بس الحامل ده، هنقعه هو كمان برضو مع في الميه دي جنب الحوامل، واسيبه بقى شويه كده، برضو مش هيحتاج دعك خالص، هيبقى خلاص كده اتنقع شويه، هيتشطف بس هيبقى زي الفل. رشيد برضو عليه شويه كلوركس الوان كده عشان ايه؟ الميه كترت، فلازم الكميه تبقى متناسبه مع بعضها. بعد كده المواعين بقى اللي عندي في المطبخ كلها، الناحيه دي بقى بتاعت اللي جنب الشفاط دي كلها، انا هشيل الحاجات دي. انا طبعا مغسوله قبل كده ونظيفه وتمام، انا متاكده منها، بس بقى الضلفه نفسها عايزه تتغسل وتتشطف والكلام ده. فهبدا احط بقى ايه، هشيل المواعين دي كلها والكوبايات والضلفه التانية برضو اللي هي فيها البلاستيكات والاطباق الصغيره والحاجات دي كلها. هبدا اشيل بقى كل ده، وهبدا اجيب البخاخ بتاعي الجميل وارش بقى الحاجات دي وانضفها والمعها بالفوطه بتاعتي. تمام. بس في الاول هجيب الصفايه دي عشان اغسلها كويس واشيلها، ويبقى تحت تحت الضلف ما فيهوش اي حاجه. فهرش عليها برده شويه كلوركس الوان كده، واسيبها تتنقع شويه صغيره على بال ما اكون عملت حاجه تانية. يعني دايما وانا شغاله بشوف الحاجات اللي انا هعملها وتاخد وقت، واسيبها تاخد وقتها كده بسرعه، ويكون عملت انا حاجه تانية. فكيت بقى الفرن بتاع البوتاجاز، فكيت الازاز بتاعه ورشيت عليه بقى رشه من البخاخ بتاعنا. مش محتاج اكتر من كده لان انت ايدك فيه على طول، فمش هيحتاج اكتر من كده حاجه. خلاص غسلت الصفايه بتاعتي، وفاضل المعالق بقى والحاجات دي كلها هشطفها شطفه سريعه برضو. الصفايه دي كلها برضو هشيلها واحطها مع الغطيان والحوامل في الميه، وشطفت الحاجات دي وحطيتها في الصفايه تتصفى براحتها خالص لحد ما انا اخلص. غسلت البتاع بالليفه بس والصابون السائل، ما عملتش فيهم اكتر من كده، كانوا نطفوا وبقوا زي الفل. نيجي بقى اللي فوق هرش عليه برضو بالفخاخ بتاعي، وممكن بالبخاخ بتاعك ده تحط فيه شويه كلوروكس الوان لو انت عارفه ان انت هتخلصيه في نفس اليوم، عشان ما ينفعش تسيبيه فتره طويله مع البريل والخل. تمام. فانا كده خلصت البوتاجاز بتاعي، لمعته بقى تلميعه كويسه جدا. وطبعا الحاجه دايما طالما انت حاطه ايدك فيها ما بتحتاجش مجهود كتير. يعني انا كل ده خد مني ساعتين زمن بس مش اكتر. تمام، عشان الحاجات اصلا اغلبيتها ايه متنظفه وكويسه، يعني مش حالتها صعبه قوي ولا محتاجين تركيبات ولا محتاجين حوارات كتير عشان تنضف. تمام. بس كده نظفت بقى البوتاجاز من كل ناحيه من الجوانب والباب بتاعه كمان، فبنضفه وبلمعه كويس جدا. وبعد كده بقى بشوف الخطوه اللي بعدها، بلمع كويس جدا الحاجات اللي انا عامله عليها كلور او عامله عليها صابون سائل عشان ما تغيرش بعد كده. تمام كده خلاص البوتاجاز خلص. اجي بقى اسمه ايه الازاز، وبالراحه طبعا جدا عشان ما تكسرش مننا لا قدر الله. انا كنت رشيت عليه شويه كلوركس الوان ببريل وسبته بقى يتنقع شويه كده. اول ما هتيجي تعمليه بالليفه او بالسلكه هتلاقيه نضف وبقى زي الفل زي ما انتم شايفين كده. بنشفه كويس جدا وبركبه على طول عشان ما يبقاش فيه اي احتمال ان هو يقع او يتكسر. تمام. جيت بقى للضلف بقى بتاعت المطبقيه والحاجات دي او الرشاقه او زي ما بتقولوا.
برش عليها بالبخاخ بتاعي وتلميعه خفيفه بالفوطه بتاعتي. بس طبعا لو حاطين كلور او كلوركس الوان لازم تشطفيه كويس جدا جدا جدا، عشان الكلوركس بيلزق في الحاجات اللي احنا بنغسل بيها. تمام. لمعت بقى زي ما انتم شايفين كده اللمعان والنظافه والحلاوه. والحيطه اللي ورا البوتاجاز طبعا هعملها هي والشباك، والحيطه اللي جنب الشفاط، كل الحاجات دي. ومن تحت كده الضلفه اللي فيها المطبقيه دي من تحت برضو هتتعمل كده. خلصت الناحيه دي كلها. والحوض بقى بيلمع طبعا من كتر ما غسلت فيه بالكلور، فاتظبط تمام 100 100. هاجي بقى للعيون بتاعه البوتاجاز، شايفين بقى بحته صغيره من الصنفره بتاعتي بقسمها في ثانيه، بتبقى بتلمع وبتبقى زي الفل زي ما انتم شايفين. ما بتاخدش اي مجهود خالص، بحطها بعملها كده بس، وبعد كده بشطفها بالسلكه بالليفه العاديه خالص وشويه صابون وخلاص. على كده ما بيحتاجش اي مجهود تاني. بعد كده هنا في الحته اللي جايه دي، انا بقول لكم ان دي كده كده هي لونها كده اصلا، يعني هي مش مغمقه او مش نظيفه، لا هي اصلا جايه عندي لونها كده، مش لونها ذهبي زي النحاس كده، فاهمين؟ بس عملتهم هما العيون كلها تمام. هنا بقول لكم بقى شوفوا المنظر النهائي بعد ما خلصت بقى تلميع وتمام ومية مية، والبوتاجاز كمان كان متظبط وورا البوتاجاز عملته. نيجي بقى للعيون بتاعه البوتاجاز. هنا بقى كنت بوريكم طريقه ان انا اغلفها بالالومنيوم هتبقى عامله ازاي. بجيب فرخ الالومنيوم بتاعي، بقيس عليه اكبر حاجه وبقصه على هذا الاساس. تمام. وبعد كده بقص على قد الحته، بس طبعا بكبرها شويه عشان ما تنقصش مني او ما تبقاش يعني قليله، عشان لازم يتغلف كله عشان ما يتوسخش منك بسرعه. تمام. وبعد كده ببدا اقفل عليه زي ما انتم شايفين كده. ببدا اضغط عليه كده من هنا ومن هنا، وبجيب بقى دي وبتك عليها تكايه خفيفه كده، بتطلع زي ما انتم شايفين كده. بس هو ده كل الموضوع. اعمل واحده تانية معاكم. دي الحته اللي طلعت من العين البوتاجاز، طبعا مش هرميها، لا بستغلهم في ايه، ان انا لما ببقى عامله فحم او حاجه وعايزه اعمل فراخ او حاجه، بحط عليها بعمله طبق صغير كده وبحطه استغلال بس مش اكتر، عشان حرام ما يترميش لان كل حاجه محسوبه علينا دلوقتي. فبجمعهم في كيس لوحديهم وبحطهم بحط فيهم الفحم. هنا خلاص كنت خلصت العيون كلها، ببدا اركبها دلوقتي. وكده بقى المنظر النهائي بقى للبوتاجاز حاجه تفتح النفس وراحه نفسيه بقى وانتعاش يعني انتوا حاسين احساسي اكيد دلوقتي. بتفرحي جدا بقى لما بتشوفي نتيجه تعبك بقى ظهر والحاجه بقى شكلها حلو. سامحوني بقى عشان صوتي. بس كده الحوامل اتغسلت وبقت زي الفل، البوتاجاز كله بقى تمام ومية فل و14. ده بقى شكل البوتاجاز النهائي او شكل المطبخ النهائي. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه ولو حاجه بسيطه. ما تنسوش اللايك والتعليق الحلو عشان الفيديوهات اللي جايه احلى واحلى ان شاء الله. كل عام وحضراتكم بالف خير.